اول حاجة هتسلقوها في مية لمدة تلت ساعة، خصوصا لو كان الوزن بتاعها حوالي كيلو. لو اقل من كده ممكن 10 دقايق او 7 دقايق. لو بتسلقوها في حلة كده ومغمورة في المية ادولها الوقت ده. اما لو في الطاسة زي كده هتعملوا ايه؟ 10 دقايق على الظهر و10 دقايق على البطن. واهم حاجة تدولها تزويدة مية لو المية نشفت منها. هنا الاستاكوزا الحمراء مليانة لحم من الداخل ولونه ابيض عامل زي الذهب الابيض اللي هو الايه، القطن يا جماعة، اسمه الذهب الابيض. بص على المنظر كده، حاجة حلوة وحاجة تشد. يلا نقول الحكاية حلوة، هنبتدي بذكر الله وصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم واللايك الحلو بقى من حضراتكم، وشاركوا الفيديو للغير. في ناس كتيرة قوي ما تعرفش تعمل الاستاكوزا ديت، عايزين كل الناس تعرف وتاخد فكرة وتقدر تعملها في البيت بسهولة بدل ما تروحوا لايه، المطاعم. هنا اهي قربت تستوي بشكل كامل. هنروح بقى هنعملها بطريقتنا المميزة. الاول بنبردها بشوية مية كده عشان نقدر نمسكها، وبسكينة نخلي بالنا على بلانشة اهو بالشكل ده كده هتتفتح بكل سهولة. يعني لو هتاخدوا السكينة من الراس للديل ماشي، هتاخدوا الديل الاول ثم الراس ماشي، من بطنها او من ظهرها زي ما تيجي معاكم افتحوها تكون سهلة. بص بقى على المنظر الشفاف اللي داخل الله يا سلام، حلوة قوي. اللون الاصفر اللي في الراس ده تحت الحنفية كده نديله شطفة نشيله. في عرق موجود في الاستاكوزا وفي الجمبري برضه اسمه عرق الرمل اللي لازم يتشال. هنروح بقى على الجريلا ونشوحها بشوية زيت. طيب لو في طاسة على البوتاجاز هنحط فيها ايه؟ زبدة، ونحط الاستاكوزا تتشوح في الزبدة. وبعد كده نشيل الاستاكوزا لما تحمر معانا اللحم بتاعها، يعني يحمر حبتين، نروح نعمل شوية صوص حلوين بقى اللي هو ايه، الزبدة موجودة، هنحط شوية توم. التوم يحمر مننا هننزل بمعلقه دقيق، وبعد كده يتجانس الدقيق مع التوم مع الزبده هننزل بالكريمه اللباني. عندنا شويه ليمون، شويه عصير برتقان، ويا سلام لو نص معلقه مستردة مع الملح والفلفل الاسمر. وهي دي البهارات بتاعتها، ما بتحبش بهارات كتير، ملح وفلفل اسمر بس. بعد ما تستوي بقى هنروح نحطها على فلامبيه جنب الجمبري وشويه كابوريا جنب منها كده وهنقدمها. الفلامبيه ده عباره عن زهره سخنه هنحط عليه الاستاكوزا كده، وهنجيب الصوص برضه وهو سخن وهنحطه. الصوص ده ينفع للبتر فلاي، بيبقى حلو قوي. ان شاء الله في الايام القادمه هعمل لكم احلى وافضل واجمل صوص للبتر فلاي مش هتلاقوه في اي مكان تاني، عشان هو ده ايه، تيست الشيف رضا شعبان فودة اللي بنتميز بيه عن الاخرين. رشه بقى روزمالي كده او رشه شبت، رشه كزبره اللي موجوده عند حضراتكم على الاستاكوزا وادولها. وان شاء الله هشوف حاجات حلوه في الصوص مش هكشف عنها دلوقتي، قريبا انتظروا الفيديو. يلا نشارك الفيديو ده للغير ونحط كده تعليق حلو ولايك جميل منكم. ما تنسوش ذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. الله، بص بص يا سلام. سلام عليكم.